أيضا على مستوى هذا الموسم يجب أن يكون هناك وداعية تليق باسم محمد صلاح مع فريق ليفربول. هل تشاهد مع أرني سلوت هناك احتمالية أو إمكانية لمحمد صلاح لأي بطولة كانت، سواء على مستوى دوري الأبطال أو حتى على المستوى المحلي؟ هو أتمنى له إن شاء الله إنه يودع ببطولة، إنما هو مش محتاج زي ما قال الكابتن ياسر، هي المسيرة نفسها. قبل ما أخد بس التفصيل، شكرا حسن على التقرير. حسن عمل تقرير حلو بس عمله بحب، فاهم؟ ده من الناس اللي بتدخل القلوب بسرعة، ربنا سبحانه مديله قبول. شاهدنا أرقام مميزة لمحمد صلاح. 9 سنين وأرقام إعجازية حقيقة. سمعنا على ال7 العجاف، إنما في 9 سنين مثمرة، 9 مثمرة، فاهم؟ كلها ألقاب، وألقاب فردية وألقاب جماعية، وكل موسم كان بيدينا حاجة مختلفة عن الموسم اللي قبله. وهو اختيار غريب لكن موفق مع ليفربول منذ البداية يعني. لا كلوب، هو وكلوب عملوا الصراحة يعني، لأن كانت هناك فترة صعبة لمحمد صلاح في تشيلسي. أيوه، شفنا مع كلوب الثلاثي اللي كان بيبقى موجود، فيرمينيو وصلاح ومانيه، ثلاثي ايه؟ جهنمي. كانوا بيقدموا لنا كرة ايه؟ كرة عالمية. فترة 2018 لحد 2022 دي يا نهار ابيض على شفنا الكرة اللي كنا بنشوفها مع هذا الرجل ومع جوارديولا. فصلاح الصراحة يعني حاجة 9 سنين زي ما قلت خالدة. وزي ما بقول لك الارقام الفردية والالقاب الجماعية هي اللي بتخلد اللعيب. كل ملخصاته هتلاقيها فيها اهداف وكلها بطولات وجوائز، فاهم؟ هداف واحسن لاعب في الدوري واحسن لاعب ما اعرفش فين وفين وفين. الصراحه الواحد ما شاء الله يعني تستمتع بهذه المسيره اللي تعلم الاجيال اللي جايه ازاي ده خد تحدي. وفي ال9 سنين زي ما قلت لك كان عنده قبول لدى الجماهير واحترام للمنافسين. تسمع امبارح عبد العزيز جوارديولا بيتكلم عليه في المؤتمر الصحفي ازاي، يعني ده من منافسينه، واكتر لعيب سجل في فرق جوارديولا لما جه. قال لك هذا لعيب عظيم، هذا اسطوره من اساطير الدوري، الاستمراريه والاحترافيه، فاهم؟ فضرب مثل، فمش محتاج شهاده من حد ولا من سلوت ولا من غيره. هو محتاج انه خد القرار، الجمهور هيودعه. انت مع اتخاذ القرار في هذا التوقيت؟ انت مع هو حقيقة. هو ادرى نعم. فاهم؟ في ظروف انا مش محيطه بيه. نعم. انما هو احد الاسباب هو تواجد سلوت، فاهم؟ لان احنا شفنا مشاكل الفتره الاخيره. صحيح. ويجي سلوت يقول لك اصله تكهنات انه هيشارك مش هيشارك. انت طفشت الراجل. حتى ممكن طريقه ارني سلوت لا تتناسب مع عقليه محمد صلاح. كان عنده سنتين يعني، هو اللي اتغير. فخلاص بقى، والموسم الماضي ساعد الفريق. هو الراجل بقى عاوز يشتغل بقى السنين اللي جايه، يشتغل بمزاج. نعم. ويتمتع، وان شاء الله هيتمتع، وان شاء الله يقدم لنا حاجه حلوه، وربنا سبحانه وتعالى يحميه ويحفظه، وهينال التتويج او التكريم المنتظر من جمهوره ومن جمهور المنافسين، فاهم؟ لان هذا الرجل في ال9 سنين عمل كل حاجه في الكوره. حتى مشاعرنا هنا في الاستديوهات يا عبد العزيز، احنا عشنا معاه 9 سنين كلها فخر واعتزاز بهذا الرجل. صحيح. فالصراحه ربنا سبحانه وتعالى يحميه ويحفظه ويكفيه شر الاصابات، ويقدم لنا كاس عالم حلو مع المنتخب ان شاء الله. الاهداف حاجه، فيها اهداف، ده في هدف برضه، ده الهدف الحلو قدام السيتي. على فكره احنا كنا مع بعض هنا يا كابتن. ايوه. وفي ولفرهامبتون ايضا. أيوة. كنا في نفس الاستوديو. ايوه، حتى هذه المباراتين كانوا ورا بعض. ايوه يا اخي، يقول لك نفس الطريقه. يقول لك ما عندوش مهاره، ما بيعرفش يتصرف في المساحات الضيقه. طب خد يا نجم. طب هو ما بيعرفش يلعب يمين، طب خد يا نجم. طيب كابتن محمد، انا يعني أنا شخصيا لا أفضل الدخول في العلاقة الشخصية واستغلال العلاقة الشخصية لمعرفة أي معلومة حول محمد صلاح، ولكن وجهة نظر شخصية لك أنت كمحلل. ما هي الوجهة الأفضل حسب وجهة نظرك لمحمد صلاح حاليا؟ أنا قلت له أنا بص يا عبد العزيز، أنا مع عمري علاقتي بيه ما استغلهاش في شغل، لأن أنا علاقتي بيه أخوة صداقة، فاهم؟ مش علاقة شغل ولا أي حاجة، ولا عمري ما هشتغل علاقتي بيه بشغل، فاهم؟ أنا بحبه لله في لله، مش منتظر منه ولا كل إن هو ربنا سبحانه يوفقه. وأنا قلت له وجهة نظر، فمع احترام معلش السادة المشاهدين، هو بقى أضرب بالظروف وعنده خبرات ما شاء الله. هو بصراحة يكن لك الحب والاحترام والتقدير. لا هو ما شاء الله، أنا قابلته شخصيا يعني فضلك أنت يعني. لا هو ما شاء الله عليه، وذكرك بالخير دائما، يعني مش محتاج إن حد يوجهه، يعني كفاية إن أنت مثل الأعلى يعني. أو يقدم له النصيحة، فاهم؟ هو وصل لمرحلة ما شاء الله يتخذ القرار الصحيح. فأنا قلت له وجهة نظري، وبناء عليه ربنا سبحانه وتعالى أيا كان يروح فين أتمنى له. ما حدش راضي يديني اللايك، ما حدش راضي يديني اللايك. ما تديني لايك يا أخي.